كما تعلمون يا أصدقائي، في الغابة أشجار كثيرة تعيش بينها الحيوانات والطيور. نرى هنا أرنبا ينزل إلى البحر ويسبح في الماء. إنه يهرب من هذا الصياد. وفي الجهة الأخرى من الغابة نرى بيتا صغيرا تسكن فيه طفلة صغيرة مع والديها اسمها نورا. عندما كبرت نورا وبدأت تتكلم قالت لوالدها: أريد منك يا والدي أن تحضر لي كلبا صغيرا. عندما تريدين شيئا يا نورا قولي من فضلك. من فضلك يا بابا، أريد كلبا صغيرا. وأحضر لها والدها كلبا صغيرا، وكان هذا الكلب أصغر منها، كما أنه لا يعرف شيئا، حتى إنه لا يعرف كيف ينبح. ما رأيك يا نورا أن نسميه بوبي؟ بوبي بوبي بوبي، إنه اسم جميل. المشكلة الآن أين سينام بوبي؟ يا لها من فكرة جيدة. ما رأيكم أن نضعه في صندوق من صناديق الأحذية؟ وفعلا وضعوه في الصندوق وذهبوا جميعا للنوم. وفي الصباح ذهبت نورا لترى بوبي. يا إلهي! وذهبت نورا لتخبر والديها بالأمر. ثم أحضر الأب الطعام لبوبي، بينما أحضرت الأم سبتا من القش لينام فيه بوبي. هل أكل بوبي؟ نعم يا أبي. ورأى الأب بوبي يأكل فردة حذائه، فذهب إليه وأخذ الفردة الثانية ثم ناولها له فأكلها أيضا. وفجأة كبر حجم بوبي وأصبح بحاجة إلى بيت أكبر. وأحضر له الأب بيتا خشبيا. وفي الليل والكل نيام سمعوا صوتا في الخارج، فحمل الأب بندقيته وخرج الجميع. وكم كانت دهشتهم عندما وجدوا أن حجم بوبي كبر كثيرا بحيث أصبح أكبر من البيت الخشبي. أرجو يا والدي أن نبقيه في البيت هذه الليلة. لا لا، من الممكن أن يأكل آخر زوج من الأحذية. ونزل المطر واضطر الجميع إلى أخذ بوبي إلى داخل البيت. وفي الصباح كان بوبي نائما تحت مائدة الإفطار التي تجمع الجميع حولها. هذا الكلب لا يزال يكبر، وأنا لا أريده أن يبقى في هذا البيت. ثم جلس وكتب بخط جميل: هذا الكلب للبيع.
وأخذت نورا لافتة ووضعتها بجانبها على طرف البركة. وجاء العصفور ودفع اللافتة إلى البركة فأسقطها. بابا، ماما. وذهب العصفور وأخبر بوبي بالأمر، وأسرع بوبي باتجاه البركة وتبعه والدا نورا. وقفز بوبي إلى البركة وانتشل نورا منها. وعندما وصلوا إلى البيت قدموا الطعام لبوبي. وفي اليوم التالي بدأ الأب ببناء بيت لبوبي. إيه؟ هل تبني بيتا؟ نعم إنك تبني بالفعل، ولكن هل حصلت على رخصة للبناء؟ بالطبع لا. لا حاجة للحصول على رخصة لبناء بيت لكلب. يا إلهي، لا أريد أن أرى كلبا بهذا الحجم. النجدة 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 النجدة. لا تخف يا سيدي، إنه كلب لا أكثر.